بعد ما ايرون مان قدر يقضي على ايفن ومساعدة صديق رودز، بعد ما كان ايفن بيحاول ينتقم من توني ستارك بسبب ابوه، كانت حياة توني بدأت تتغير وظهرت تهديدات جديدة هتخليه يواجه اصعب معركة في حياته. وبنروح بعدها لسنة 1999 في سويسرا. وقتها توني ستارك كان حاضر حفلة ومعاه دكتورة اسمها مايا، وفي عالم اسمه كيليان كان بيحاول يتكلم مع توني وبيقول له انا معايا اختراع وعاوزك تبص عليه. وتوني بيقول له انا موافق وهقابلك على السطح بعد 5 دقايق. وكيليان بيتحمس جدا ان توني هيقابله، ولكن توني في الوقت ده كان شخص مغرور جدا ومخادع، وفي الحقيقة هو مش هيقابل كيليان ولا حاجة، هو قال له كده بس علشان يخلع منه. وكيليان فضل واقف على السطح ومستني توني في عز البرد، وكيليان عمره ما نسي الحركة اللي عملها توني. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ان توني صنع بدل كتيرة من ايرون مان، وكان ساعتها بيطور في بدلته وبيزرع شرايح في جسمه، والشرايح دي هتخليه يستدعي بدلة ايرون مان وتجيله لو هو في اي مكان بعيد. والاختراع بتاعه الجديد بينجح نوعا ما. وبعدها بنشوف رئيس جماعة ارهابية اسمه ماندرين كان مسؤول عن تفجيرات وعمليات ارهابية حصلت في العالم، وهو دلوقتي بدأ عملياته الارهابية في امريكا وخطف فريق جو امريكي. والرئيس الامريكي بيطلع يتكلم في الموضوع ده وبيقول احنا هنعين العقيد رودز ببدلته الجديدة عشان يحقق في موضوع العصابة الارهابية. وتوني بعدها بيقابل رودز، ورودز بيقول له على كلام ماندرين فهو زرع 9 قنابل في امريكا وفي 3 منهم انفجروا، بس الغريب ان الاجهزة بتاعتنا مش قادرة تحدد اماكن القنابل بتاعته. وتوني بيقول له انا ممكن اقدم المساعدة في محاربة الارهابي ده، بس رودز بيقول له الحكومة مش عايزة اي بطل خارق يتدخل في الموضوع نهائي. وبعدها بنروح لشركة ستارك وفي شخص بيجي يقابل بيبر، والشخص ده بيطلع ان هو كيليان، بس كيليان دلوقتي ظبط من شكله وحالته البدنية واصبح شخص غني وعنده شركة، وتخلص كمان من الاعاقة اللي كانت عنده. وبيقعد مع بيبر عشان عاوز يعرض عليه اختراع جديد من اختراعات شركته. وكيليان كان هدفه ان شركة ستارك تشتري اختراعه، وبيشغل الاختراع ده اللي بيقدر يظهر العقل البشري ويقدر يظهر كمان اعصاب العقل البشري. وبيقول لها من خلال الاختراع ده ممكن الواحد يخترق دماغ اي حد تاني ونلعب في اعصاب دماغه ونوجهه زي ما احنا عاوزين. وبيبر بتنبهر بالاختراع ده، بس بتقول له انا شايفه ان الاختراع ده خطير وسلاح ذو حدين وممكن يستخدم في الشر. وكيليان بيقول لبيبر انت واحده ذكيه على عكس توني ستارك المغرور، بس هي بتقول له للاسف مش هقدر اخلي شركه ستارك تشتري الاختراع بتاعك. وكيليان بياخد بعضه وبيمشي وما كانش متضايق من رفض بيبر، بينما هابي بيكلم توني وبيحكي له بكل تفاصيل المقابله بتاعت كيليان. وبيفكر توني ان هو قابل كيليان قبل كده في حفله سنه 1999، وهابي ما كانش مطمن لكيليان نهائي ولا للمساعد بتاعه، فبيصور نمر عربيه كيليان علشان بيفكر يراقبه. وبيبر بترجع لبيت توني لانهم دلوقتي متجوزين وعايشين مع بعض، وبتلاقي توني قاعد بالبدله في الصاله ومستنيها، وهي بتستغرب لانه لابس بدله ايرون مان في البيت وبتحس بحاجه غلط وبتنزل المختبر. وبتتفاجئ لما بتلاقي توني تحت برضه، وبيطلع ان توني وصل من التطور انه مخلي البدله تتحرك وتتكلم بداله بالذكاء الاصطناعي. وبيبر بتتضايق ان مش توني هو اللي استقبلها بنفسه، وهو بيقول لها انا اسف ما كنتش اعرف انك هترجعي بسرعه وافتكرتك هتطولي شويه مع كيليان. وبيبر بتتضايق اكتر من الكلام ده لانها مفكره بيراقبها وبتسيبه وكانت ماشيه، بس توني بيتاسف لها وبيقول لها لولا وجودك في حياتي انا كنت انهارت، انا بقعد طول اليوم في المختبر عشان ادور بدله ايرون مان واقدر احميكي. وبيبر بتسامحه، وتوني وهو نايم بالليل بيحصل له صدمات وتشنجات لما بيفتكر معركته القديمه اللي كانت في فيلم الافنجرز. وبيبر بتصحيه عشان تطمن عليه، وفجاه بيخش عليهم واحد من بدل ايرون مان، وتوني بيقوم وبيطفي البدله دي، وبيطلع ان البدله كانت لهم اوضه النوم علشان افتكرت ان توني في خطر. وتوني بيقول لبيبر من ساعه معركه نيويورك وانا مش عارف انام. وبيبر بتقرر انها تنام في اوضه تانية. وتاني يوم هابي بيراقب المساعد بتاع كيليان اللي اسمه إيريك، وبيوصل وراه للمسرح الصيني. وهابي بيشوف إيريك بيدي شنطه لشخص اسمه جاك، وهابي راح خبط في جاك وكانه ما يقصدش علشان الشنطه تقع من ايده، والشنطه بتتفتح وكان فيها معدات غريبه. بس الاغرب لما هابي بيشوف وش جاك بينور، وهابي بيمشي بعد ما خد واحده من الحاجات اللي كانت في الشنطه، بس إيريك بيشوفه وبيطلب منه يرجع الحاجه اللي سرقها، بس هابي بيرفض وراح ضارب إيريك. وإيريك برضه وشه بينور وبيمسك هابي وبيشيله وبيطيره بكل سهوله، بينما جاك اللي خد الشنطه وشه بينور جامد وبعدها جسمه بينفجر، وهابي بيتصاب اصابات خطيره من الانفجار. وبيشوف سلسله جاك وكان عاوز ياخدها بس ما كانش قادر يتحرك، وبيشوف إيريك وهو بيقوم عادي جدا وجسمه بيلتئم من الحروق والاصابات. وبعدها بيطلع الارهابي ماندرين على التلفزيون وبيقول ان هو مسؤول عن تفجير المسرح الصيني، وضربته الجايه هتكون ضربه قويه. وهابي بيتنقل للمستشفى وتوني بيروح له وكان قلقان جدا عليه. ولما بيخرج من المستشفى كان في صحفيين كتير مستنيينه وبيسالوه عن الارهابي ماندرين، فتوني بيقول انا مش خايف من الراجل ده، بس هو راجل كمان
مان ومستخبي وانا هنتقم منه عشان اللي حصل لهابي، والموضوع معايا اصبح شخصي، ولو هو راجل قوي فعلا فيجيلي البيت. وبعدها توني بيركب عربيته وبيمشي، ولما بيوصل البيت بيخلي جارفيس يجيب له معلومات عن ماندرين، وتوني بيطلب من جارفيس يظهر له المسرح الصيني وقت الانفجار. وتوني بيكتشف ان المكان ما كانش فيه اي قنبله، فالانفجار ده كان لغز بالنسبه له. وبيشوف هابي وهو بيشاور على السلسله بتاعت جاك، والسلسله دي كانت سلسله خاصه بعساكر الجيش واسم جاك مكتوب عليها. فهنا توني بيمسك اول طرف خيط وبيعرف ان في انفجار حصل قبل كده من ماندرين في قريه بعيده، وكان برضه كان في جندي عسكري اسمه تشات فكر نفسه. فتوني بيأمر بدله من بدله تروح للقريه دي وتحقق في اللي حصل. وبعدها بتيجي لتوني العالمه مايا اللي كانت مع توني في الحفله في سنه 1999، وتوني ما كانش شاف مايا من ساعتها، وبيسالها عن سبب المقابله. فهي بتقول له انا جيت لك عشان احذرك انك في خطر. وبيبر وقتها كانت محضره شنطتها واخده بعضها وماشيه علشان مش عارفه تعيش مع توني، وتوني كان بيحاول يقنعها تقعد. وبينما هما بيتكلموا كان في 3 طيارات حربيه بيضربوا صواريخ على بيت توني، وتوني وهو في الجو بيخلي بدله ايرون مان تروح لبيبر علشان تحميها. وبيطلع ان المسؤول عن الهجوم ده كان ايريك المساعد بتاع كليان، والسقف كان بينهار على توني بس بيبر بتلحقه. بينما ايريك بيطلق عده صواريخ على بيت توني، وتوني ما كانش ينفع يستدعي بدله تانية لان البدله الوحيده اللي فيها خاصيه الاستدعاء مع بيبر. فتوني بيأمر بيبر تاخد مايا ويهربوا، وبيقول لها انا هعرف اتصرف. وبيبر بتنفذ الامر، ولسه في صواريخ عماله تتضرب على البيت، وكمان الطيارات نازلين على بيته بضرب نار. ولما توني اتاكد ان بيبر في امان سحب منها البدله اللي هي لابساها وبيلبس البدله. بس المشكله ان البدله ما كانتش مجهزه بنظام طيران كويس ولا حتى جاهزه للقتال. بس توني بيضطر يقاتل وبيضرب اول طياره وبيوقعها وبيفجر الطياره الثانيه، بس حطام الطياره بيقع على البيت، وبيت توني ومختبره وبدل ايرون مان كلهم بيتدمروا. وايريك بيطلق صواريخ تاني والبيت بيتدمر وبينهار تماما وبيقع في الميه، وبياخد توني معاه. وتوني بيتحبس تحت الحطام ومش بيقدر يتنفس وبيفقد الوعي، بس بدله توني بتتصرف لوحدها وبتنقذ توني وبتخرجه من الميه. ونظام الطيران الاولي بيشتغل وبيطير بتوني بعيد، وتوني بيفوق بعد فتره. كانت الطاقه في البدله اصبحت 5%، وتوني بيقع بعد ما الطاقه خلصت وبيلاقي نفسه اصبح في مكان كله تلج. وبيطلع ان هو راح للقريه اللي امر البدله انها تروح لها علشان تحقق في الانفجار. وشارفز بيتعطل لان البدله فصلت شحن، فتوني اصبح لوحده وبيكر البدله في التلج لاقرب مكان، وبيخش بيت وكان مفكره بيت مهجور. بس لحسن حظه بيلاقي مختبر صغير في البيت علشان يعرف يشحن البدله، بس بيطلع ان البيت ده مش مهجور، وبيخش عليه ولد صغير اسمه هارلي. وهارلي بيتصدم انه شايف توني ستارك قدامه، وبيعرف توني انه الجورنال كتب ان توني ستارك مات خلاص. وتوني بيطلب المساعده من هارلي ويجيب له لابتوب وتليفون، في المقابل توني هيديله قطعه من بدله ايرون مان. وعلى الناحيه التانيه بيبر كانت واقفه قدام حطام بيت توني وكانت معتقده ان هو خلاص مات، بس بتلاقي قناع على ايرون مان موجود، والقناع بيشغل اخر كلام قاله قبل ما البدله بتاعته تفصل. فبتفهم ان توني لسه عايش وبتركب عربيتها هي ومايا وبيمشوا من عندهم. وبيبر بتسال مايا ايه سبب ظهورك لبيت توني في الوقت ده، فهي بتقول لها انا شاكه ان الرئيسي في الشغل اللي هو كليان شغال لصالح ماندرين، فجيت لتوني عشان اتكلم معاه في الموضوع ده. وبيبر بتتصدم ان كليان طلع شغال لصالح ماندرين، وبنروح لكليان وبيعرف من ايريك ان المهمه انتهت بنجاح وخلاص توني ستارك مات. وعلى الجانب الاخر توني بياخد هارلي وبيروحوا للمكان اللي حصل فيه الانفجار علشان توني عاوز يحقق في المكان، وبيلاقي 5 ظلال للناس اللي ماتت في الانفجار. وتوني طبعا كان عارف مسبقا من شارفز ان العسكري اللي اسمه تشاد هو اللي فجر نفسه، فهو كان مستغرب جدا ان عدد الاشخاص اللي ماتوا كانوا 6 وعدد الظلال اللي موجوده 5. وهارلي بيقول لتوني ان تشاد اصلا من سكان القريه، وتوني بيعرف منه بالمكان اللي شغاله فيه ام تشاد. وتوني بيروح يقابلها وبيتكلم معاها عن وفاه ابنها، بس توني بيفهم من طريق كلامها انها مستنيه ضابط معين يقابلها عشان تديله ملف فيه معلومات عن ابنها. وام تشاد بتظن ان توني هو ضابط، وتوني بيقلب في الملف بس فجاه بتوصل ضابطه اسمها ايلين. وايلين دي كانت واحده من رجاله كليان وبتقبض على توني وبتحط في ايده الكلبشات بعد ما اتعرفت عليه، وبتتظاهر قدام الناس اللي في المكان انها من الامن القومي. بس عمده القريه بيشوفها وبيشك فيها، ولما بيطلب منها الهويه بتاعتها هي وشها بينور وبتقتل عمده المدينه. وتوني فورا بيطلع يجري من المكان بس بيتفاجئ بوصول ايريك، وايريك لما بيشوفه بيحاول يقتله ولكن هارلي بيشتت انتباهه، وتوني بيهرب للمحل ده وايلين بتخش وراه علشان تقتله وبتحاول تمسكه وتقتله بنفس الطريقه اللي قتلت بيها العمده، بس هو بيفلت منها في كل مره. وتوني بيلف الكلبشات حوالين رقبتها ولكنها بتسيح الكلبشات، فتوني بيولع في المكان
المكان كله، بس هي مش بيحصل لها حاجه لان جسمها من نار. فتوني بيكهرب المكان وبيهرب وبيحصل انفجار ضخم وبيلاقي جثتها طارت وقعت على السلوك في الشارع. وإيريك هنا بيوصل وبيسيح خزان الميه ده علشان يقع على توني، بس توني بياخد باله وبينقذ نفسه. وإيريك بيجيله ولكن توني بيهاجمه بشعاع بدله ايرون مان، وإيريك بيغمى عليه. وتوني بياخد من جيبه مفتاح عربيته وبيتحرك بالعربيه. وماندرين بيطلع بعدها على كل القنوات في التلفزيون، وده بعد ما قدر يخترق كل القنوات. كان رافع السلاح على صاحب شركه بترول، وماندرين بيوجه كلامه للرئيس الامريكي وبيقول له لو ما كلمتنيش في خلال 30 ثانيه هقتل رئيس الشركه، ورقمي هتلاقيه ظاهر عندك علشان انا اخترقت موبايلك. والرئيس بيفكر وبيقرر يتصل بماندرين، ولكن بالرغم من كده ماندرين برضه بيقتل صاحب الشركه. وماندرين بيقول للرئيس الامريكي انت الضحيه الجايه ومحدش هيعرف ينقذك. والرئيس الامريكي بيأمر ان مكان المجنون اللي اسمه ماندرين ده يتعرف حالا، ورودز يروح له ويخلص عليه. وعلى الجانب الاخر توني كان خد الملف بتاع تشاد وبيقراه وبيبدا يربط كل الامور ببعض، وبيلاقي اسم شركه كليان مكتوب في الورق. وتوني بيروح لحفله ملكه جمال قريبه وبيقتحم احدى عربيات الطاقم اللي شغال في المكان، وبيقعد على الكمبيوتر وبيخترق موقع شركه كليان، وبيلاقي فيديوهات للجنود العساكر اللي فجروا نفسهم. وبيطلع ان كل الجنود دول اتصابوا قبل كده في معارك، وفي منهم اللي دراعه اتقطع وفي اللي اصبح معاق. فكليان جابهم وقال لهم انا هعمل عليكم تجربه هترجع اطرافكم اللي اتقطعت من تاني، وبالفعل بيحقنهم بماده اختراعها اسمها اكسترمس، ودي بترجع اطرافهم وبتعالجهم من كل الاصابات. ولكن في نفس الوقت الماده دي لو ما اتكيفتش مع جسم البني ادم بتفجر جسمه، وبعد فتره معينه الماده دي بتخلي الجنود جسمهم ينفجر. وهنا توني بيفهم سبب الانفجارات بتاعت الفتره الاخيره، وفهم ان كليان هو السبب، وبيعتقد ان كليان وماندرين متفقين مع بعض في الموضوع ده. وعلى الجانب الاخر بيبر كانت قاعده مع مايا في مكان، ولكن فجاه كليان بيوصل لهم وبيمسك بيبر برقبتها، وبيطلع ان مايا شغاله مع كليان، وكليان بيخطف بيبر علشان يساوم توني. وبعدها بنروح لرودز بعد ما عرف مكان ماندرين بالظبط، وبيوصل لورشه في مكان بعيد، ولكن بيطلع ان في فخ متجهز لرودز. واحده من رجاله كليان بتسلم عليه وهي واخده ماده اكسترمس، فبتسيح دراع رودز وبتعطله، وبالتالي بيسرقوا بدله رودز. وتوني بيتصل بهارلي، وهارلي في الوقت ده كان شحن البدله شويه، فجارفيس بيشتغل، بس البدله كان لسه قدامها شويه وقت علشان تتشحن بالكامل. وجارفيس بيقول لتوني انا قدرت احدد المكان اللي ماندرين بيطلع يتكلم منه، والمكان ده كان موقع تصوير في ولايه ميامي. وتوني بيستغرب شويه ان عصابه ارهابيه بتبث من مكان تصوير، وبما ان بدله ايرون مان الوحيده اللي معاه لسه مش مشحونه بشكل كافي، فتوني بيقرر يصنع اسلحه عشان هيحتاجها في اقتحام مقر ماندرين. وبيروح السوبر ماركت وبيجيب المواد اللازمه، وبيقعد يومين يصنع في اسلحه وقنابل، وبيتسلل لمقر ماندرين وبيقتل الحراس بالاسلحه اللي اخترعها. ولما بيخش على ماندرين بيستسلم وبيرفع ايده على طول، وبيطلع ان ماندرين في الواقع ممثل اسمه تليفر. وتليفر كان مفكر ان كل اللي بيعمله ده كان جزء من فيلم بيصوره، وكان غافل تماما عن كل الانفجارات والقلق اللي حاصل. وبيطلع ان كليان هو اللي عامل كل الحوار ده علشان يبعد الشبهات عنه. وإيريك بيظهر من ورا توني وبيضربه وبيفقده الوعي وبيحبسه توني، ومايا بتجيله ومايا بتعرفه انها تآمرت عليه مع كليان لان توني ضحك عليها زمان وما اتجوزهاش، بالرغم انه كان قايل لها ان هو كان بيحبها. فتوني بيقول لها انا فاكر ان انا كنت بحبك وان انت عالمه وبتحبي تساعدي الناس، بس انا وقتها ما كانش في دماغي الجواز. بس بص لنفسك دلوقتي انت بتعملي ايه، انا كنت بحب مايا بتاعت زمان مش بتاعت دلوقتي. وبعدها بيخش عليهم كليان وبيقول لتوني فاكر لما قلت لي انك هتيجي تقابلني على السطح وتشوف الاختراع بتاعي، وطبعا بعدها انت تجاهلتني وانا بشكرك عشان بسبب اللي انت عملته معايا جات لي فكره ان استخبى ورا شخص بيعمل امور شريره في البلد، وانا عاوز انتقم منك لانك تجاهلتني بالشكل المهين ده. وكليان بيوري له انه قبض على بيبر وحقنها بماده اكستريمس، وبيقول هي وحظها بقى يا اما انت تتاقلم مع جسمها يا ما تتاقلمش وتموت. ولكن مايا بتتعاطف مع توني وبيصعب عليها بيبر، قرر تنضم لتوني، بس كليان مش بيهمه مايا وبيقتلها. وكليان بيسيب توني وبيروح لرودز اللي محبوس عنده، وبيفضل يسخن بدله رودز لحد ما رودز يحس بالخطر ويخرج من البدله، وكليان بيخوفه بنار بتطلع من بقه، بينما هارلي بيبقى انها شحن بدله ايرون مان والبدله بتطير لتوني، وتوني بيقاتل رجاله كليان وبيخلص عليهم بسهوله. وبيشوف بعدها كليان طاير في الجو ببدله رودز، وتوني ما كانش عارف يطارده لان نظام الطيران عنده ضعيف. وبيقابل رودز وبيروح الماندرين بيعرفه من كليان رايح يقتل الرئيس، وبيعرفوا منه بمكان بيبر، فبيركبوا على قارب وبيتحركوا عشان يلحقوا الرئيس. وتوني بيتصل بنائب الرئيس علشان يحذره، ونائب الرئيس بعد ما فهم منه الوضع بيقفل السكه، ولكن بيطلع ان نائب الرئيس في صف كليان، وده لان بنته عندها رجل مقطوعه، وكليان وعده ان هو هيعالج بنته. وكليان كان وصل للطياره اللي رئيس امريكا هيركبها، ورجال امن الرئيس وكل المستشارين كانوا مفكرينه رودز. وبيركب كليان الطياره مع الرئيس، وتوني ما كانش عارف
عارف ينقذ بيبر الاول ولا ينقذ الرئيس، ولكن شارفز بيتكلمه وبيقول له البدروم بتاعك جاهز والبدله اللي انت لابسها اصبحت جاهزه. وعلى طياره الرئيس كيليان بيحبس 2 من رجال الامن، بيخشوا الاوضه اللي فيها الرئيس وبيقتل السياسيين كلهم وبيمسك الرئيس من رقبته وبيخطف الرئيس وبيهرب بعدها من الطياره. وبعدها بثواني بيوصل ايرون مان وبيشتبك مع إيريك وبيساله عن مكان الرئيس، بس إيريك بيفجر جزء من الطياره والركاب بيقعوا، فتوني ضرب إيريك ضربه قويه بالشعاع وقتله نهائيا، وراح بسرعه عشان ينقذ الناس اللي وقعوا في الجو، وقدر توني ينقذهم كلهم وخلاهم يمسكوا في ايد بعض وهبط بيهم بسلام. وبعدها كان بيطير بالبدله بس بتخبطه عربيه نقل وبتفكك البدله، ولكن بيطلع ان توني مش جوه البدله اصلا، كان متحكم بيها عن بعد. وكيليان كان عمل نفس الحركه وخلى بدله رودز هي اللي تجيب له الرئيس لحد عنده، وتوني ورودز بيروح للمينا اللي فيها كيليان، وهناك كيليان كان عاوز يقتل الرئيس في بث مباشر وبيعلق الرئيس عشان يموته محروق. وبنكتشف ان توني كان مجهز جيش كامل من بدل ايرون مان تحت بيته اللي اتدمر، وتوني بيستدعيهم كلهم للمينا، وتوني بيديهم امر يقتلوا كل رجاله كيليان. تبدا معركه هايله ما بين جيش ايرون مان ورجاله كيليان، وتوني بيلبس واحده من البدل عشان يروح ينقذ بيبر، وبيبر كانت واقعه تحت حطام وتوني كان خلاص هينقذها، بس بيظهر كيليان وبيبعد توني، بس توني بيقطع دراعه وبيرجع عشان ينقذ بيبر ولكنه مش بيلحقها، وبيبر بتقع في النار وبتموت. وتوني ما كانش مصدق اللي حصل وبيرجع لكيليان علشان ينتقم منه شد انتقام، وبتدور ما بينهم معركه قويه جدا، بس كيليان كان اقوى منه ومسيطر على المعركه وبيدمر بدله توني نصين. فتوني بيقرر يلبس كيليان احدى البدل بتاعته ويفجر البدله وهو لابسها، بس برضه كيليان مش بيموت وبيطلع عايش بسبب ماده اكستريمس اللي جوه جسمه، وبيتقدم لتوني علشان يقتله، ولكن بتظهر بيبر وبتضربه، وبيبر بتبقى عاشت لانها واخده برضه ماده اكستريمس والنار مش بتموتها، وبتاخد دراع بدله ايرون مان وبتتقاتل مع كيليان، وبعدها بتطلق عليه الشعاع وبتموته نهائيا. وبعد ما اخيرا كيليان مات توني بيقرر يدمر كل بدل ايرون مان لانه عاوز يقضي وقته اللي جاي كله مع بيبر، وبيوعد بيبر ان هو هيلاقي علاج للماده اللي في جسمها، ورودز بيبقى قادر ينقذ الرئيس وخده ومشي. وبعدها بيتم القبض على نائب الرئيس وتليفر اللي كان عامل فيها ارهابي، وتوني بيروح يعمل عمليه وبيشيل الشظايا اللي جوه جسمه، وبكده توني يقدر يعيش عادي بدون المفاعل، وبيصالح بيبر على كل حاجه حصلت وبيديها هديه. وهابي بيفوق في المستشفى وتوني بيروح يقف عند بيته وبيرمي منفعل في الميه لانه خلاص ما بقاش محتاجه، وبيقول انا اقدر اكون ايرون مان من غير المفاعل. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، واي افلام وابطال خارقين عاوزين نلخصها اكتبوا لنا في الكومنتات.